مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، مرحبا بكم هنا من أليانز ستاديوم في مدينة تورينو، حيث ملعب يوفنتوس الذي يشهد المواجهة الثانية من منافسات دوري الأمم. السيارة التي تدخل كرة المباراة إلى أرضية الملعب هي ربما سترشد أحد الفريقين في الطريق إلى ميلانو، هل بلجيكا أو فرنسا؟ إلى المباراة النار داخل منطقة الجزاء، بعد في اللقطة أمام رافائيل فاران، عرضية يلعبها داخل منطقة الجزاء، دي بروين لا 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 هوغو لوريس القائد يبقي الأمور من دون أي أهداف. هذه الكرة، هذه المحاولة، ودي بروين يسدد، لا لا لا. فرنانديز إلى من؟ إلى كيليان مبابي، كيليان والالتحام اللي ما بينه، وفي الجانب المقابل لمصلحة جريزمان، أمامية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى كيليان مبابي بالكعب. ديناير على مستوى التغطية والإبعاد يقف في المكان المناسب ليستعيد الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الفرنسي. انطلقت إلى لوكاكو داخل منطقة الجزاء، بعد ذلك إلى تيو هرنانديز، عادت إلى كيليان شاغل العالم، يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. حلوة اللقطة الماضية من بنجامين بافار، لكن كرة بافار في أحضان حارس المرمى تيبو كورتوا. شوف الكرة، لوكاكو إلى دي بروين يسدد، اصطدمت كرة، تحولت، عادت من جديد وكرة بتسديدة، يلعب الكرة إلى كيفن دي بروين، تسديدة لكن وين؟ بعيدة عن مرمى هوغو لوريس، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. هذا روميلو لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، خامس أكثر لاعب موجود. كرة تيو في المكان المناسب، أو هذا من؟ هذا نعم، يعيدها إلى أدريان رابيو، أمامية ملعوبة خطيرة جدا تضيفية، ومن ناحية عدد المباريات الدولية أمامية ملعوبة إيدن هازار، لوكاكو إلى هازار، لكن الله منذ أن بدأت ممارسة كرة القدم. كرة إلى الجهة اليسرى عن طريق كراسكو، يدخل إلى منطقة الجزاء، يسدد. كراسكو يترجم الأفضلية أخيرا، ويجد الطريق إلى مرمى لوريس، ويسجل أول أهداف اللقاء بتسديدة باغتة حارس المرمى، ودخلت إلى الشباك وأعلنت عن أول أهداف اللقاء. يسجل كراسكو، يتقدم، مر، دخل، وصل، سدد بالقدم اليمنى. شوف التمريرة جاءت عن طريق كيفن دي بروين، وصلت إلى كراسكو، تجاوزوا، سددوا. بعد ذلك إيدن هازار، بوجبا، صافرة موجودة وخطأ، لمسة إلى من؟ يبحث عن مساندة إلى أكسل فيتسل. بعد ذلك الكرة تعود مرة أخرى إلى كيفن دي بروين إلى لوكاكو، لا 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 لا، جنون الشياطين، وعندما يجن الشيطان فليحذر الجميع. لوكاكو يواصل كتابة التاريخ، ويعزز أرقامه بأرقام أخرى، ويسجل في مرمى لوريس الدبابة. ومن الصعب جدا إيقاف دبابة، لا يمكن لبني آدم أن يقف في وجه دبابة. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه التمريرة من كيفن دي بروين إلى لوكاكو، موه، مرسد، أمامية ملعوبة الكرة، بعد ذلك طالت إلى إيدن هازار. أي متعة، جهة اليمنى كونتي، أمامية من كونتي إلى كيليان مبابي، والتسديدة لكن في الشمال روسكو، تمريرة خاطئة، تسديدة قوية تأتي عن طريق بوجبا لكن إلى خارج أرضية الملعب. قادمتين في انتظار مواجهتين قادمتين في نوفمبر القادم، ستواجه من خلالها الجزاء عن راسية من فاران، محاولة ملعوبة، الكرة الراسية تأتي لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. بوجبا هو اللي لعب الكرة الراسية، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت الفيتسل إلى كيفن دي بروين في الجهة اليمنى، محاولة من كاستانيا إلى لوكاكو، لكن في أحضان حارس المرمى هوغو لوريس لاعبي
ومنتخب فرنسا ونادي توتنهام التي نجحت في أن تتملك وتحصل على فريق نيوكاسل. كرة بمحاولة، فرصة من أجل التقليص ملعوبة، لكن أيضا هنالك راية موجودة والتسلل حاضرا. مطالبة بأن يكون هنالك خطأ قبل التسلل، لكن حكم المباراة أشار باستمرارية عن الدخول. يدخل، لكن أيضا كوندي ربما يكون أفضل لاعب على مستوى المنتخبية، وأحدهم يلعب في نادي الدحيل على مستوى كرة القدم الآسيوية. انطلق مبابي، مرر مبابي، لا 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 لا، ضاعت على جريزمان فرصة تقليص الفارق، كادت أن تأتي في توقيت مميز جدا بعد ثلث أرضية الملعب. عادت في الجانب المقابل، كيليان مبابي يسدد، لكن تسديدته لم تكن بالشكل المطلوب، بينما يسقط جريزمان مرة أخرى في أرضية. واضحة ركلة يجب أن تسجل من علامة الجزاء. روبير مارتينيز يعين من علامة الجزاء في مواجهة كورتوا. مبابي، نهاية النفق المشع، مبابي النجمة المتلألئة هنا في سماء تورينو، تضيء طريق العودة بفرنسا إلى ميلان. يسجل التعديل، انتظر حتى 90. إلى من؟ إلى كيفن دي بروين. لا، دي بروين يسجد، لكن حارس المرمى هوغو لوريس كثيرة جدا، لا زالت مستمرة، تعود من جديد وتسديدة لا زالت قائمة. بوجبا أو هذا البدء هنا في شوط المباراة الثاني. معليش اعذروني، أنا بديت أضيع كان شوي. كرة تصل إلى لوكاكو، لكن لوكاكو متسللا. ركلة مرمى. عاد ديشامب وتفرط في تقدمها بهدفين مقابل لا شيء لتكون حاضرة بنتيجة التعادل الآن. محاولة بإقدام بوجبا على مشارف منطقة الجزاء خطيرة إلى كيليان مبابي. غير مصدق مبابي بأن الكرة الماضية مرت مرمى بلجيكا الآن محظوظة، لو وصلت إلى التعادل تعود إلى كروسكو. وقف في المحطة، كب البنزين وكمل مسيرة باتجاه المرمى. لوكاكو يعود، ألغي الهدف وتقيما بوجبا. العارضة تياتر فرنسي مميز. فرنسا لها ريح. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى تيو. النهاردة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة مباراة في تصفيات أوروبا في كأس العالم 2026 ما بين مين؟ ما بين البرتغال وبولندا، ما بين كريستيانو رونالدو ويوفندسكي، يعني قطبي الكرة العالمية، يعني نجوم الكرة العالمية، يعني الحاصل على 5 كرات ذهبية كريستيانو رونالدو، والمفروض يوفندوسكي كان يبقى حاصل على كرة ذهبية برضه، لولا طبعا ظروف كورونا والفترة اللي توقف فيها كل النشاط الرياضي. هنا يا جماعة بعيد عن النظر ان النتيجة هتكون ايه، ولكن الاهم المباراة هتكون ايه. المباراة هيكون فيها اداء عالمي، اداء تكتيكي، طبعا اداء خططي واداء تكتيكي من المدربين، واداء استمتاعي واستعراضي من اللاعبين. طبعا لما تقول لي كريستيانو رونالدو ولوفاندسكي، يعني تقدر تقول كده ان المباراة مش هتكون هينة، ما تتوقعش مين اللي هيفوز ومين اللي هيخسر.
مين اللي هياخد ال3 نقاط ومين اللي هيخسرهم، ولكن ان احنا هنتمتع ونستمتع بكرة عالمية النهاردة ان شاء الله بسبب الفريقين الكبار دول، بسبب البرتغال وبولندا. كلنا نتمنى التوفيق للمشاهد ان هو يتفرج على مباراة ممتعة ويكون فيها مباراة واداء كروي كبير جدا ان شاء الله.